النهاردة أنا هعمل كيكة الليمون بتاعة ستاربكس. جميلة جدا بمقادير موجودة عندك في البيت. لما بتروحي ستاربكس بتجيبي القطعة بالشيء الفلاني، بتبقي حابة تعرفي ايه المقادير بتاعة الكيكة الجميلة دي. أنا هقولك عليها النهاردة. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. أنا هستخدم زبدة. مكعب الزبدة ده نص كوباية. هسيح الزبدة في بولة. هنزل بكوباية سكر، معايا ليمونتين انا غسلاهم. هاخد بشر الليمونتين اللي معايا حجمهم كبير. هاخد بشر الليمون وبعدين هعصرهم. هغلف السكر ببشر الليمون بالشكل ده، وهعصر الليمون على حسب ما انت بتحبي، الليمون كتير او قليل. ممكن تبدلي الليمون بالبرتقال، بس هي الكيكة الشهيرة بتاعت ستاربكس بالليمون. هضيف 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. انا هستخدم فانيليا ليمون. لو ما عندكيش اي نوع فانيليا وممكن تستغني عن الفانيليا، الليمون كفاية. هضربهم بالمضرب. الزبدة ساحت، هضيف عليهم معلقتين زيت. هنزل بالزبدة على البيض، هضربهم. انا هستخدم دقيق الكيك. لو ما عندكيش اي نوع دقيق عندك تقدري تستخدمي كوبايتين دقيق. انا هنخلهم. ده نوع الدقيق اللي انا استخدمته. هنخل الدقيق. انا هستخدم صور كريم. لو ما عندكيش صور كريم ضيفي زبادي او لبن. كوباية صور كريم، ده النوع اللي انا استخدمته. هنزل بالصور كريم على البيض. هضربهم. هضربهم كويس. هنخل الدقيق مرة كمان، بيخلي الكيك هاشش وجميل. كيس كيك شيف او معلقة كبيرة بيكنج باودر هنخلها. هضرب. اضربيه بالراحة علشان الدقيق ما يبهدلش الدنيا. هاتين قالب الكيك انجليش. القالب ده بتاع الانجليش كيك، علشان هما بيبقوا عاملينها اللي هي الباون كيك، او اي صينية انت حابة تستخدميها. هنزل بالخليط في الصينية وهشغل الفرن على درجة حرارة 180 أمريكا 350. هتاخد وقت من 40 ل45 دقيقة. هسويها بالشكل ده. حابة تعملي الخط اللي بيبقى في النص براحتك. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 أمريكا 350.
تاخد من 40 ل45 دقيقة وعلى حسب الفرن بتاعك. الكيكة استوت، انا طلعتها هختبرها مستوية وجميلة. هسيبها تبرد علشان احط لها الجليز بتاعها. هقلبها. شايفة لون الكيك مستوي وجميل جدا. هحضر الطبقة اللي بتبقى فوق الكيك. نص كوباية سكر، انا مش هعملها كلها، انا هعمل نص سادة ونص هضيف عليه الجليز. هضيف معلقة عصير ليمون، معلقة هاف كريم، ما عندكش هاف كريم معلقة لبن. هخلطها بس بعد ما الكيكة تبرد خالص، علشان لو حطيتي والكيكة سخنة مش هتلزق والسكر هيسيح. انا هضيف على نص الكيك علشان لو في حد مش حابب السكر اللي بيبقى من فوق ده. اوزع بالشكل ده. هسيبها لحد ما تنشف او تتماسك واقطعها. حابة تعملي الكيك كله يبقى كوباية سكر، معلقتين عصير ليمون، معلقتين لبن. انا هقطع. شوفي جمال الكيك ولا اروع. شايفة الكيك المسام بتاعه ضيق، المسام بتاع الكيك جميل جدا. شايفة الجمال دي الكيكة اللي ما بتقعدش لتاني يوم. شايفة من جمالها وحلاوتها ما بتقعدش. شايفة الجمال ولا اروع. احلى كيكة ستاربكس هتعمليها، مقادير سهلة وموجودة عندك في البيت، والجمال ولا اروع. شايفة الكيك، شايفة. انا قربت الكيك للكاميرا علشان تشوفي المسام وجمال الكيك. احلى واروع كيك هتعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا. مفيش تسلم ايدك يا مرمر. احلى كيكة بتاعة ستاربكس هتعمليها في البيت، مقادير سهلة. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر. فعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفك في فيديو جديد.